خلينا الاول نكون بنبتدي واحده واحده كده عشان اعرفكم على الويب سايت. واعرفكم على السيستم ماشي ازاي. انتوا كده كده عندكم في اول جزء اوريدي، في اول اسبوع هيبقى عندكم جزء بيعرفكم ليه انا عملت جروس اكس او ابتديت جروس اكس ازاي. فانا مش هدخل في التفاصيل دي قوي علشان عايزه الموضوع يبقى اسرع شويه. اوكي، ما بحبش اقعد احكي قصه حياتي، بحس ان هي مش مفيده. اوكي، فخلونا نكون بنركز في الجزء المفيد. انا كنت كليه علوم، حلو. ولكن ابتديت حياتي المهنيه من وانا عندي 17 سنه. لان انا كنت طول حياتي دحيحه وتعبت قبل الامتحانات فجبت 96. فقعدت 3 شهور ما بتكلمش، جالي صدمه، وبعديها يعني قررت ان انا ابتدي استكشف نفسي. فدخلت شويه انشطه طلابيه، مسكت تيم عندنا في علوم القاهره. بعد كده ابتديت اكون بشتغل سيلز، بعد كده اشتغلت ماركتنج، بعد كده سمعت عن موضوع رياده الاعمال. فابتديت اكون بشتغل في ستارت اب لمده سنه تقريبا. وبعد كده ابتديت اعمل الستارت اب بتاعي، وهو كاريرك كان اول ابن ليا، كاريرك كان اول ستارت اب ليا. اكتشفت ان انا بحب التعليم برغم ان انا شخص ما كنتش متخيله في حياتي ان انا هكون بحب التدريس، ولكن اكتشفت ان هو الانسان في الاخر بيكتشف الحاجه المناسبه ليه بالتجربه وبالنتائج. فانا اكتشفت ان انا لا، انا حتى كل ما بروح اشتغل ماركتنج في شركه، بروح اشتغل في الجزء الاديوكيشنال. حتى وانا عندي كاريرك بعد ما الحمد لله ربنا كرمنا وابتدينا نشتغل مع الوزارات وكده، واخدنا مكتب الجريك كان. بس انا ابتديت شغل في شركه في الامارات، هتلاقوا التفاصيل كلها على لينكد ان عندي. اسمها سايكوم اكس، حد برضو عظيم اسمه سعد لطفي. فسعد دماغه ما شاء الله عظيمه. كان من الشله بتاعت الدحيح، فانا وافقت اشتغل معاه بصراحه عشان دماغه عظيمه. هو كان كلمني وقتها على لينكد ان. وفي وقت ما انا كنت شغاله مع سعد، كنت انا الايفنت مانجر لايفنتات تبع جامعه ام اي تي، تبع اليونسكو، تبع جامعه حمد بن خليفه في قطر. فبصراحه غير لي طريقه تفكيري بالنسبه لرياده الاعمال بشكل كامل. بعد كده جالي صدمه بسبب الحال الاقتصادي ما كانش احسن حاجه في مصر. وانا اكتشفت ان انا نفس الايفنت مانجر، يعني انا نفس الشخص اللي بيمسك اوريدي اللي عندي ايفنتات في شركتي كاريرك. اوكي، وفي نفس الوقت انا نفس الشخص اللي ماسك مثلا 3 4 ايفنتس مع سعد. الثلاثه مثلا ممكن يكونوا جامعات كبيره جدا زي ام اي تي، او حاجه اورجانيزيشن كبيره زي اليونسكو. لقيت في فرق شاسع في الانكم. اوكي، في الدخل اللي بيدخل للشركه دي وللشركه دي. فده اللي ابتدى يغير طريقه تفكيري. فوقتها انا كمان كنت عايزه اسافر، بس كان لحد الوقت ده، لحد لحظتها يعني في 2023 تقريبا، او 2022، اخر 2022، ما كانش معايا لسه الفلوس اللي تخليني اكون مرتاحه ان انا اكون بسافر بمشي من مصر وانا عارفه ان في باك اب، في فلوس لو حصل لي اي مشكله هعرف اكون بتصرف. سبيشالي ان انا شخص ابتديت كل حاجه لوحدي. فانا اسرتي مثلا ما حدش فيهم عمل بيزنس، طول عمرهم موظفين. فانا متاكده مليون في الميه ان ما حدش فيهم اصلا هيبقى معاه فلوس ان هو يكون بيسبورت مي لو حصل لي لا قدر الله اي حاجه. فحتى برغم ان انا كان عندي شركه وعندي مكتب في الجريك كامبس وكان عندي تيم وكل حاجه، بس ما كانش it wasn't enough، يعني ما كانش كفايه. لان كنت انا موظفه ستيل في كاريرك يعني. بعدها قررت ان انا ابتدي اشوف هدخل انكم اونلاين ازاي. وقعدت 3 شهور. انا اكتشفت ان ال3 شهور، والله العظيم انا ما اعرفش، هو اكتشفت ان ال3 شهور هو الرقم اللي بيبقى كفايه ان انت تتعلم مهاره جديده. فانا قعدت 3 شهور اتعلمت ازاي اعمل انكم اونلاين. عملت الحمد لله رقم كويس جدا. بس كنت سايباه على باي بال. وبعد كده بالصدفه بكلم حد من اصحابي بقول له انا عايزه معايا دلوقتي رقم كذا على باي بال وعايزه اكون بستثمره كده. وطبعا ما كانش ليا اي علاقه بالاستثمار ولا التريدينج ولا الكلام ده. فهو قال لي ان هو ممكن يكون بياخد فلوسي بيستثمرها لي وكده. فانا كنت واثق فيه جدا جدا لان هو كمان احد المنتورز بتوعي. ولكن انا قلت له وقتها انا ما بحبش هو كان عايز ياخد فلوسي يكون هو بيستثمرها لي. ولكن انا قلت له ان انا ما بثقش في ان حد يكون بحب ان اكون فاهمه. يعني انا بحب اكون فاهمه ايا كان اللي هيحصل، بس اكون فاهمه، اخد الريسك بس اكون فاهمه. اوكي، فقلت له حطني على اول الطريق. فاداني قال لي والله في حاجه اسمها بروكر. انا كنت ضايعه لدرجه ان انا كنت فاكره ان السوق السوداء اللي الناس بتقعد تقول عليها السوق السوداء فاكره مكان. والله العظيم يعني انا مره كنت مسافره وواقفه قدام البنك. فانا في البنك كان في مشكله في الدولارز وكده، ما كانش بيطلعوا دولارات وقتها. فانا واقفه قدام البنك فلقيت بواب من العماره اللي جنبنا بيقول لي ما لو عايزه انا ممكن اجيب لك بس بسعر السوق السوداء. قلت له قول لي السوق السوداء دي فين وانا اروح. والله العظيم ما كنتش اعرف اي حاجه في اي حاجه.
كنت ضايعه تماما في اي حاجه تخص الفلوس. يعني الحمد لله كنت شاطره، زمان كنت شاطره في التعليم، بعد كده بقيت شاطره في الشغل بتاعي، ولكن علاقتي بالفلوس زفت. والله العظيم علاقتي بالفلوس كانت زفت، بدليل ان انا يعني اول بروجكت كبير مسكناه في كاريرك كنت صغيره قوي، كان عندي 21 سنه 22 سنه حاجه كده. فكمان ما كانش ليا اول مره امسك او يبقى في حسابي في الرقم ده. فانا مثلا البروجكت ده مسكناه من هنا منطقيا ان انا اعرف امانج الشركه سنه قدام مثلا. اوكي، انا لا، انا قعدت شهرين ثلاثه، بعد كده لقيت نفسي مش عارفه ادفع الايجار. فعلاقتي بالفلوس كانت زي الزفت حرفيا. فلما الراجل ده قال لي على البروكر والكلام ده، انا حتى ما فكرتش ان انا اتعلم الفلوس، برغم ان ده كان المفروض يعني اصح حاجه ان انا اكون بعملها، ان انا اكون بتعلم عن الفلوس وبعدين ادخل اشوف الاستثمار والتريدينج والكلام ده. اوكي، فغلطت اغلب الخطا اللي هو اغلب الناس بتقع فيه. مش عارفه حد فيكم جرب تريدنج قبل كده ولا لا، بس لو حد جرب تريدنج قبل كده فهتلاقوا ان هو انت دايما بتدخل نفس الاخطاء بتاعه المبتدئين هي. اوكي، انا وقتها مثلا دخلت شفت بروكر، شفت فلوس طالعه ونازله، الله انبسطت قوي. اوكي، فدخلت في الحته بتاعه الفيوتشر. في حاجه اسمها فيوتشر هتعرفوا عنها بالتفصيل بعد كده. فيوتشر اللي هو رفعه ماليه، وان انت كانك بتراهن، هو بيقلب التريدنج على ان هو رهان مش بزنس. اوكي، لان انت بتراهن يا اما السوق هيطلع يا اما السوق هينزل. تمام، هتشوفوا ده بالتفصيل بعد كده. فانا الموضوع عجبني قوي، الله ايه ده، يعني انا ممكن احط $100 اعملها اكس 10، فابقى كاني بتداول ب $1000. فانا المكسب مضروب في 10، بس اللي الناس بتنساه ان الخساره كمان مضروبه في 10. فانا وقتها طبعا زي اي حد بيبتدي فما كنتش مركزه في ده. فقعدت العب، حرفيا كنت بلعب. يعني انا كنت بحط، عشان كده ما كنتش بحط حتى فلوس كتير. انا الموضوع بقى بالنسبه لي اللي هو دوبامين. عارف لما بتيجي تقعد تلعب قمار مثلا او تقعد تلعب لعبه، برغم ان انا في حياتي عمري ما لعبت اي جيمنج اونلاين ولا الكلام ده، ولكن ده نفس اللي انا بشوف الناس مثلا بتعمله، اللي هو بيبقى ادكتد، بيبقى مدمن. اوكي، فانا لقيت نفسي دخلت في المرحله دي. وطبيعي برضو ان هو اي انسان لما العلم بتاعه بيبقى قليل الثقه بتاعته بتبقى كبيره. اوكي، فانا العلم بتاعي كان زيرو، ما كانش عندي علم اصلا. اوكي، بس كنت بكسب فكنت مبسوطه. اوكي، فخلاص ما دام شغاله ما تلعبش فيه، ففضلت مكمله. اوكي، فضلت مكمله شهرين ثلاثه، بس كنت بلعب بارقام صغيره، احط $100 مثلا اعمل لها دبلنج. يعني انا كنت بعمل 300% او 400%، يعني ممكن اعمل تريبل الاسد او 4 مرات الاسد في خلال اسبوع. اوكي، فقلت الله، الله لا ده خلاص، ده انا هكسر الدنيا في اللعبه دي. وابتديت بالفعل اكون بعمل ده لحد ما في يوم قلت لا خلاص بقى الدنيا ماشيه، الدنيا ماشيه، بقالي 3 شهور بكسب. فقلت خلاص انا بدل ما بحط كام $100 هحط كام $1000. اوكي، فاللي حصل ان انا اليوم ده والله العظيم يا جماعه، والله اقسم بالله ما مبالغه، بس ربنا اداني مليون اشاره في اليوم ده ان انا ما اعملش كده، مليون اشاره. يعني انا وانا رايحه من انا اصلا على فكره من منطقه شعبيه. اوكي، فانا من عين شمس اصلا. فانا وانا رايحه من بيتي لحد انا اللي عملت كل حاجه من الزيرو. دي يعني ايه تحفيز لاي حد ما ممكن جاي من منطقه شعبيه زيي. اوكي، فانا اوريدي ايه لما جيت راكبه اوبر. اوكي، فراكبه اوبر لحد كنت قاعده في سلانترو بتاع مكرم عبيد. اقسم بالله عملنا حادثه. وصلت للمحل راح اوريدي لقيت باخد منهم اللاتيه راح واقع على اللابتوب. اللي هو حاجات غريبه، حسيت ان هو قلت لا بقى والله اللي انا داخله. اوكي، رحت قاعده ورحت حاطه التليفون قدامي وقعدت، رحت داخله صفقه بدل ما هي بكام $100 بكام $1000. آه اللي حصل ان انا فجاه لقيت الماركت قلب. الله، طب ما انا بقالي كتير عماله بلعب نفس اللعبه، اشمعنى النهارده الماركت يقلب؟ اوكي، فثقه بقى زياده، ابتدى الايجو يزيد، لا اكيد في حاجه غلط، يعني اكيد هينزل الحته دي ويرجع تاني، هو هينزل الحته دي وهيرجع تاني ان شاء الله. قعدت احرك الستوب لوس، الستوب لوس دي بتبقى المنطقه بتاعت وقف الخساره، اللي انت عايز خلاص تقفل الصفقه عندها على حد الخساره ده. اوكي، انا بايدي دي قعدت انزل الستوب لوس، انزله لحد ما جالي حاجه اسمها مارجن كول دي بتجيلك نوتيفيكيشن كده ان انت محفظتك هتتصفر. انا ما استوعبتش، يعني انا ما استوعبتش بجد والله. فانا فجاه تنحت، اول ما لقيت المحفظه اتصفرت تنحت ورحت جالي بانيك اتاك.
الناس اللي بتوع السلنترو والفرع ده كانوا عارفيني، فخدوني فرع، خدوني كان في مستشفى تقريبا في مكرم او في عباس، فخدوني ودوني المستشفى. وانا انا في صدمه، مش قادره استوعب ايه اللي حصل، يعني ايه خسرت الاف الدولارات في كام دقيقه ازاي. فانا قعدت كتير عشان اعمل الفلوس دي، فجالي صدمه، وصدمه كمان صدمه الخساره، ان انا عمري، انا بخسر انا عشان اعمل اي حاجه في حياتي انا بقعد سنين، لكن اخسرها وانا فاهمه، لكن انا مش فاهمه انا خسرت ليه. فابتدى يجيلي صدمه، ما كنتش فاهمه ايه اللي بيحصل. فقلت خلاص انا هبتدي اشوف المجال ده. انا واحده بتاعت علوم، فانا اصلا مش عارفه انا ازاي ما فكرتش بالتفكير ده وقتها، بس هو الشيطان بيلعب عليك وقتها. لان هو الفيوتشر او الرافعه الماليه او الكلام ده كله هي معموله عشان تحطك تحت ضغط، عشان تخليك تكون بتشتغل يعني وانت بتتداول بالعاطفه، مش بالمنطق. اوكي. وفي حتى مره كان حد بيقول لي، عامل كومنت مثلا على الموضوع اللي انا كنت بحذر من الرافعه الماليه وكده، وان هو اي انسان بيشتغل برافعه ماليه او الكلام ده فهو بيبقى بيشتغل في وقت ما غصب عنك هتدخل بالعواطف، هتكون بتتريد بالعواطف. اوكي. فهو بيقول لي لا، طب ما مثلا ما انت عندك الهيدج فاندز، عندك المؤسسات الكبيره، فهي بتتريد فيوتشر، بتتريد برافعه ماليه. طب هل المنطق، يعني مخ الانسان اصلا مش مصمم عشان يكون بيشتغل تحت ضغط. فاصلا السؤال اللي دايما الناس بتساله، هل انت بتعرف تشتغل تحت ضغط، هو مش ده السؤال الصح. ليه؟ لان اصلا ماشي، انا كرانيا اسماعيل انا بعرف اشتغل تحت ضغط، انا شخص مثلا اديني مليون حاجه هعرف اعملها دلوقتي، وبشتغل على مليون بروجكت في نفس الوقت، وببقى مستمتعه بده، يعني انا اللي بحب ده. انا لما قعدت سنه بتريد بس بعد ما سافرت كنت بعمل تريدنج بس، انا جالي ديبرشن، عشان انا شخص بحب ابقى منتج، بحب ابقى بعمل حاجه جديده، وبيجي لي افكار كتير عايزه احولها لواقع. اوكي. فانا شخص بيعرف يشتغل تحت ضغط، ولكن مش ده الطبيعي. ليه؟ لان انت لو سايق عربيه، فاللي بيبقى ماسك الدركسيون هو شخص واحد، ممكن حد يبقى قاعد جنبي، حد قاعد ورايا يقول لي امشي على طول، خش يمين، خش شمال. اوكي. فممكن الاجزاء، يعني في كل موقف من المواقف الحياتيه احنا عندنا اجزاء كتير في دماغنا. اوكي. ففي كل موقف بيبقى فيه جزء هو اللي بيسوق، جزء هو اللي ماسك الدركسيون، الاجزاء الثانيه موجوده بتانفلونس. اوكي. يعني ممكن تكون بتؤثر، اوكي، لكن مش هي اللي بتحرك، مش هي اللي ماسكه العجله. اوكي. فبالتالي انا ما ينفعش اكون بجيب شخص مش المفروض ان هو اصلا يعني يكون بيتحط تحت الضغط ده، واحطه تحت الضغط بتاع الرفعه الماليه، واقول لا ده الرفعه الماليه حاجه جميله، طب ما الهيدج فاندز شغالين بيها وبيكسبوا. اوكي. الفكره كلها ان ده الاكستريم كونديشن، انت بتحط شخص تحت الاكستريم كونديشن وبتطلب منه ان هو يتصرف تصرف طبيعي. هل لو انسان بيعرف يعمل ده حتى يوم، يومين، 10، هل هيعرف يعمله الاف السنين؟ لا. بلس ان الهيدج فاندز اصلا يعني عندها بوت، يعني انا عندي تريدنج بوت دلوقتي، انا عندي بوت هو اللي بيتريد مكاني. اوكي. البوت ما عندوش مشاعر. هل اي انسان بيبتدي في التريدنج عنده بوت؟ لا. انا عقبال ما عملت البوت بتاعي قعدت سنتين. اوكي. فهل اي حد بيبتدي في التريدنج وهيدخل بالرفعه الماليه عنده بوت؟ لا. ثالثا وده الاهم، سواء في الاسلام او في المسيحيه، ما اعتقدش ان في اي حاجه بتحث على، هو في الاسلام هو مرفوض قطعا ان انت تكون بتستلف فلوس من المنصه عشان تكون بتتداول بيها. اوكي. فالموضوع فيه حرمانيه. في الانجيل انا قعدت اعمل ريسيرش، لقيت اوريدي ان هو ما فيش حاجه مذكوره نصا، ولكن الانجيل مش بيحث على ان احنا نكون بندخل في حاجه شبه القمار، تكون بتعمل طمع. اوكي. تخليك شخص طماع، مش دي الاخلاق اللي هو بيحث عليها. فبالتالي حتى دينيا وعلميا الموضوع مش احسن حاجه. اوكي. انا حابه اخدكم جوله سريعه في الرحله بتاعه لما جيت اتعلم التريدنج، الجيرني مشيت ازاي، وانتوا كده كده هتكونوا بتشوفوا ده بالتفصيل وانس ان انتوا ابتديتوا تدخلوا في الكورسز. اوكي. فانا اول ما خسرت وقررت ان انا اكون ببتدي بشوف الجانب العلمي. اوكي. فابتديت اعمل ريسيرش اشوف هل في ساينتستس او في علماء اتكلموا عن التريدنج او لا. لو في علماء اتكلموا عن التريدنج يبقى في جانب علمي، تبقى دي حاجه حلوه. اوكي. لو ما فيش يبقى معناها ان الموضوع ده قمار. تمام. الموضوع ده ملوش جانب ساينتفك، فبالتالي هو لعبه. حلو. فدخلت اعمل ريسيرش فلقيت واحد اسمه جيم سيمن. فجيم سيمن ده ماثماتيشن، راجل بتاع رياضه. اوكي. الراجل ده عمل واحد من الهيدج فاندز، من اكبر الهيدج فاندز في وول ستريت. اوكي. والراجل ده عمل بليونز اوف دولارز من التريدنج. اوكي. والناس اللي كانت شغاله معاه كلها اصلا ماثماتيشنز، يعني كل الناس اللي كانوا شغالين معاه مش تريدرز، لا هو بتوع ماثماتكس، بتوع رياضه. تمام. فده كان اول واحد وقع قدامي. للاسف ملوش كورسز، ملوش كتب، حتى مفيش غير كتاب واحد اتعمل عنه
حد كمان هو اللي كتبه عنه، مش هو اللي عمله، اسمه The Man Who Solved the Market. ده كان الكتاب اللي خلاني على الاقل فهمت اللي هو الكتاب ده خلاني فهمت العقليه اللي الراجل ده بيفكر بيها، The Man Who Solved the Market. بعد كده قعدت اعمل ريسيرش تاني، لقيت واحد اسمه بنيامين جراهام. بنيامين جراهام عمل كتاب من اقوى الكتب في حته الاستثمار، حتى هو صاحب وارن بافيت، فوارن بافيت قال عليه واحد من اقوى الكتب اللي اتعملت في الاستثمار، وده حقيقي. كتاب ذا انتليجنت انفستور او كتاب المستثمر الذكي ده من اقوى الكتب اللي معموله عن الاستثمار، وانتوا هتقراوه بعد كده. فكتاب ذا انتليجنت انفستور ساعدني ان انا اكون بكون دماغ او طريقه عشان اكون بفكر بالعقليه بتاعه الاستثمار. بعد كده لقيت بنيامين جراهام عامل كتاب تاني مهم جدا 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 جدا، وده كان المنبت بتاع العقليه اللي ابتديت افكر فيها في التريدنج، وهو سكيورتي اناليسيس. سكيورتي اناليسيس اعتقد ده انا قريت في حياتي الاف الكتب، الاف الكتب، لان انا شخص انا بحب القرايه جدا. ف وانا صغيره انا كنت بروح في الاجازه بتاعه المدرسه اروح اشتري 5 6 كتب اقعد اقراهم، فانا قريت الاف الكتب من وانا طفله. عمري في حياتي ما قريت كتاب معقد زي الكتاب ده. الكتاب ده من اكتر الكتب المعقده اللي انا قريتها في حياتي. انا كنت بقرا كل جزء 5 6 مرات عشان افهم هو قصده ايه. ولكن ستيل ده الكتاب اللي خلاني ابتديت افهم ان في ساينس بيهايند ذا تريدنج، في علوم ورا التريدنج. اوكي. بعد كده ابتديت ادور بقى بعيدا عن الكتب، ابتديت ادور على قنوات اتعلم منها. تو بي اونست ما لقيتش ولا قناه عربيه بتقدم محتوى. سمعت يعني، دورت وسمعت كام فيديو بس، ولا فيديو منهم دخل دماغي. يعني انا واحده بحب الكلام بالمنطق وبالعلم. اوكي. فولا واحد منهم بيتكلم علميا، كلهم بحس ان هم بيلعبوا. اوكي. وكلهم بيتكلموا عن حاجات بدائيه جدا زي الدعم والمقاومه والكلام ده. يعني ده اول مصطلح انا سمعته لما حتى انا كنت بخسر يا جدع ملوش لازمه. اوكي. فابتديت ادور في قنوات اجنبيه، فلقيت الراجل ده عظيم بصراحه. بتاع قناه نو نونسنس فوركس. نو نونسنس فوركس من اوائل القنوات اللي انا اتعلمت منها. الراجل ده عظيم عظيم عظيم. واذا انا ما شفتش ان هو عمل موقع جديد، سو عنده موقع اسمه بيبي بابس، هوريه لكم دلوقتي. بيبي بابس ده برضو بيشرح فيه، يعني هو هنا هتلاقوه بيشرح مثلا هنا في البلاي ليست دي عنده 163 فيديو. اوكي. في الماني مانجمنت 4 هتلاقوه شارح فيديوز كتير جدا جدا، وفيديوز كلها قويه جدا كتاسيس للعقليه. فاول واحد ده اول واحد ذاكرت منه. بعد كده سمعت عن كونسبت السمارت ماني، فقعدت اشوف السمارت ماني، فلقيت قناه اسمها سمارت ريسك. كانت مؤثره على تفكيري بطريقه غريبه، لدرجه ان انتوا لو دخلتوا على قناه اليوتيوب بتاعتي في الفيديوهات القديمه قوي هتلاقوني كنت دايما بشرح سمارت ماني، دايما دايما، لان هي كانت مؤثره على تفكيري جدا. بعد كده في قناه تانية برضه حلوه قوي بتاعه تريدنج راش. اللي انا بحبه في طريقه الراجل ده ان هو بيجيب استراتيجي معينه او كونسبت معين، بيقعد يعمل له باك تيستنج على الاف التريدز ويقول لك النتيجه بتاعه الباك تيستنج ده كانت عامله ازاي. فانا بحب الكونسبت ده، كونسبت ان انت تاخد كونسبت معين او استراتيجي معينه وتقول انا جربت الكونسبت ده على 10000 تريده ودي كانت النتيجه، او جربت 50 استراتيجي على 10000 تريده وده كان الترتيب بتاعهم. هو حتى عامل اصلا ويب سايت حاطط فيه السكور ده بقى، يعني مدي الحاجات اللي هو عمل لها تيستنج دي عامل لها سكورينج. اوكي. حتى لو الحاجات دي قديمه، يعني حتى لو الاستراتيجيز اللي هو شغال بيها دي قديمه ستيل حلوه جدا. يعني ستيل عاجبني الكونسبت بتاع التفكير، الكونسبت ان هو بيعمل وبيقعد يقارنهم بناء على الوين ريت، سهوله الاستخدام، الكونسستنسي، وهكذا. فده برضو من الناس اللي انا اتعلمت منها في البدايه. فلما جيت اتعلم الموضوع كان غريب والله العظيم. كل شويه اسمع معلومه من حته فادخل احطها واقول بس كده انا لقيت البيست استراتيجي، انا لقيت البيست انديكيتور. اوكي. لحد ما في الاخر اكتشفت ان الموضوع مش عن انديكيتور، الموضوع عباره عن استراتيجي، سيستم. اوكي. يعني زي ما احنا في اي حاجه، يعني انا في جروس اكس انا عندي سيستم كشركه. اوكي. في الشركات الجديده اللي انا بعملها دلوقتي سواء كرييتور او اكسل، انا عندي سيستم. انا يعني يا دوبك انا بجيب الفكره
والسيستم الاوتوميتد بيبتدي يظبط كل حاجه. انا ما باخدش وقت في ده. الناس بتتخيل ان ده بيخليني شغاله 24 ساعه، لكن ده مش حقيقي. فسواء جروس اكس او اكسل او كرييتور، فكل الحاجات دي ليها سيستم. فلو الانسان عنده سيستم اوكي هيقدر يكون بيعمل اعتقد افضل نتائج ممكن يكون بيوصل لها. لكن من غير السيستم فما فيش نتيجه. اوكي، فانا عشان كده بشوف ان السيستم هو اهم حاجه. فلكن لما انا جيت اتعلم تريدنج ما كانش عندي سيستم. كنت كل شويه الاقي مؤشر جديد اقول بس هو ده المؤشر بتاع احلامي، ده المؤشر اللي انا هبتدي اكون بشتغل بيه على طول. اوكي، فاول مؤشر وقع قدامي انا، انتوا كل ده هتشوفوه بالتفصيل، فانا مش عايزه حد يمسك في كونسبت معين او في اسم معين ويقول ان هو مثلا متلخبط او كده، لان ما تقلقوش كده كده انتوا هتشوفوه جوه بالتفصيل. انا بس عايزه احط لكم افرش لكم الارض اوكي عشان تفهموا الدنيا جوه هتبقى ماشيه ازاي. اوكي، فانا اول حاجه وقعت قدامي وانا بقرا كتاب سكيورتي اناليسيس لقيت جزء كان بيتكلم فيه عن كلمه السايكل. الكلمه دي كانت اول كلمه خلتني ابتدي ادور في الاتجاه الصح. ان هو لما كان بيقول سايكل قلت الله، سايكل؟ طب ما فعلا، طب ما اصلا اي حاجه ساينتفك هي سايكل. يعني احنا في الحياه، احنا الحياه نفسها سايكل، صح؟ انت بتتولد بصفر سنه او بتتولد من اليوم اللي بتتولد فيه لحد ما بتموت، بيبقى عندنا سايكل، عندنا دوره حياتيه، صح؟ الكون نفسه ليه دوره حياتيه، اليوم بتاعنا ليه نهار وليل. اوكي فاي حاجه ساينتفك هي ليها دوره. اوكي، فنفس الفكره ما جاش في دماغي خالص ان ايه ده، طب ما التريدنج كمان المفروض يبقى ليه سايكل. تمام، فلما هو قال الجمله دي انا ابتديت ادخل ادور هنا على حاجه تكون بتوريني السايكل. فده اول مؤشر انا استخدمته في حياتي، السايكل اناليسيس. بيجيب الموضوع على هيئه جدول على الجنب كده. اوكي، بيقول لي انا بتاعت فيزياء فكنت فاهمه الحاجات دي، اللي هو اوريدي القمم والقيعان واللونجست تشينج والتغير على الفتره القصيره والفتره الكبيره عامل ازاي وهكذا. لكن ستيل ده بالنسبه لي ما كانش عملي. اوكي، كنت عايزه حاجه تكون بتوريني الموضوع ده بشكل عملي. فسمعت عن الار اس اي. الار اس اي من المؤشرات الاساسيه. اوكي، ايه اللي عجبني في الار اس اي؟ اللي عجبني ان هو بيرسم لي الجدول اللي كان عندنا على الجنب ده. اوكي، بيرسمه لي على هيئه قمم وقيعان وقمم وقيعان. قلت الله، ده حلم حياتي اتحقق. اوكي، هدخل من عند القاع هبيع عند القمه، خلصت. تمام، فده كان الشغل بتاعي. فقعدت 3 شهور تقريبا بعمل كده. كانت ايام ما يعلم بها الا ربنا، لان انا ايه يعني، لو ربنا كرمني بخرج اخر اليوم اوكي يا دوبك المكسب قد الخساره. يعني عدد الصفقات تحت صفقات كتير جدا. اوكي، ولكن يا اما الصفقات دي لو ربنا كرمني يبقى المكسب قد الخساره. فانا دخلت 10 مثلا، 5 كسبانين 5 خسرانين. اوكي، ما بتكملش، مفيش استمراريه، مفيش كونسيستنسي. اوكي، فعشان كده الار اس اي كان اسوأ اختراع بالنسبه لي. اوكي، فابتديت بعديها افكر بطريقه ثانيه، اللي هو ليه مثلا احنا بناخد كونسبت السمارت ماني ككونسبت عام. بمعنى ايه كلمه سمارت ماني؟ يعني ايه كلمه سمارت ماني للناس اللي ما تعرفش؟ يعني المؤسسات والجهات الكبيره اللي بتتداول في الماركت. اوكي، بيتلاعبوا بالماركت. ده صحي جدا، دي حاجه هيلسي. اوكي، لازم يبقى فيه يعني تفاوت في القوه الشرائيه والكلام ده. اوكي، فبالعكس دي حاجه هيلسي. فالناس المؤسسات او الجهات اللي بتتلاعب بالماركت او الكلام ده عملوا لهم كونسبت اسمه السمارت ماني. السمارت ماني ده بيساعدك تفهم الناس دي بتتلاعب بالماركت ازاي، طب المناطق اللي بيتلاعبوا فيها، طب هكذا. عشان كده انا كنت حابه الكونسبت ده قوي. فالكونسبت ده عظيم، ولكن مشكلته في ايه؟ مشكلته ان الناس بتتعامل معاه ككونسبت عام، يعني كلاير، كحاجه من بره، مش حاجه جوه السيستم نفسه. بمعنى ايه؟ ادخلوا كده على التوب انديكيتورز، هتلاقوا كده كده لما ندخل في الكورسات هتلاقوا في كورس كامل بيشرح اصلا الموقع اللي انا فاتحاه ده اللي هو تريدنج فيو. اوكي، ففي من التوب انديكيتورز عندنا سمارت ماني كونسبت بتاع لوكس الجو، رقم واحد على تريدنج فيو، بيستخدمه 158 الف بني ادم. اوكي، ف 158 الف بني ادم على مستوى العالم بيستخدموا الانديكيتور ده. ليه؟ لان هو بيتكلم عن السمارت ماني، والناس كلها طبعا بتحب السمارت ماني. بس المشكله في ايه؟ المشكله ان المؤشر ده مثلا هو بيتكلم عن السمارت ماني، ولكن انتوا عارفين هو استخدامه ازاي بكل بساطه؟ ان هو بيقول لك انت دلوقتي واقف اهو قدام الشورت، شايف السكرين اللي انا فاتحاها دي. اوكي،
فانت شايف ان في ادوار، يعني ادي مثلا دور اول، دور تاني، دور تالت، دور رابع، دور خامس، وهكذا، كانك واقف في الشارع قدام عماره. اوكي، فبتقول ده في عماره اهي، والعماره دي عباره عن 10 ادوار. تمام، وكل دور ليه ارض وسقف، نفس الفكره بالظبط. اوكي، لكن انت ما تعرفش القوه بتاعه العماره دي عامله ازاي، ما تعرفش البنيه التحتيه بتاعتها عامله ازاي. اوكي، فانت يا دوبك انت شفت مبنى، قلت ده في مبنى وفي 10 ادوار، في ارض وسقف لكل دور، نفس الفكره. فهو هنا بيعمل لك ده على هيئه ادوار. اوكي، ولما السعر بيكسر دور من ده بيسميها BOS، بريك اوف ستراكشر، يعني كسر الدور. اوكي، او لما السعر بيخبط في مستوى، يعني بيخبط في السقف بتاع الاوضه ويرتد، بيسميه تشينج اوف كاركتر، غير اتجاهه، كان طالع يخبط فيه بس خبط وارتد، انعكس تاني. اوكي، فالمؤشر ده برغم ان هو بيستخدمه كل الناس دي مش قوي. اوكي، يعني مش قوي كعمليا، نفس الفكره بتاعت الدعم والمقاومه. اوكي، ده اذا كان الناس اصلا بتستخدم الدعم والمقاومه بالطريقه الصح. اوكي، لان اصلا المؤشرات بتاعت الدعم والمقاومه كتير جدا، ولكن ستيل مش كل الناس بتعرف تستخدم المؤشر الصح، هتكونوا بتشوفوا ده بعدين. فاحنا مثلا، انا اللي ابتدى يدخل في دماغي بقى وقتها اللي هو الار اس اي. انا كمان بحب اشوف المعادلات او الايكويشنز اللي مبني عليها المؤشر ده. اوكي، فانا ابتديت اشوف المعادلات اللي مبني عليها الار اس اي، المعادلات اللي مبني عليها الدعم والمقاومه والحاجات الكتير دي. فلقيت ان الار اس اي اكشلي معمول سنه 1978، من اوائل المؤشرات اللي اتعملت اصلا في التريدنج. يعني 1978 واحنا بنستخدمه لحد دلوقتي في 2026 بجد. فلقيت الموضوع غريب، حسيت قلت لا اكيد في حاجه غلط. اوكي، ف ولقيت المعادله اللي مبني عليها الار اس اي. مش عايزه اشرح المعادله بالتفصيل، ولكن المعادله مبنيه على متغيرين. اوكي، يعني ايه معادله مبنيه على متغيرين؟ يعني احنا اصلا في 2026 كميه المتغيرات اللي موجوده لا تعد ولا تحصى. اوكي، انا عندي AI، يعني انا حياتي كلها بستخدم AI دلوقتي، يعني عندي سيستم وكونتنت وفيديوز بشكلي وكل حاجه من غير ما اطلع امسك كاميرا حتى. اوكي، فالكميه المتغيرات دي، ازاي استخدم مؤشر مبني على متغيرين بس؟ ده انت عندك AI وعندك بوتس. يعني انا عندي التريدنج، احد التريدنج بوتس بتاعتي مثلا بيشتغل وبيفتح صفقات اسرع من اي بني ادم. اوكي، فانا ازاي يعني بدخل في معادله او في صفقه؟ ده احد البوتس اللي انا عملتها بالفعل. فازاي اوريدي يعني ممكن يكون بيفتح 3000 صفقه. اوكي، فانت ازاي بتقارن او بتستخدم كبني ادم، تستخدم مؤشر ممكن يكون معتمد على متغيرين بس؟ اوكي، فنفس الفكره دي ابتدت تدخل في دماغي. قلت طب ما بدل ما انا بستخدم مؤشر قديم، بستخدم مؤشر جديد. اوكي، فابتديت اصلا اكون بدور على النسخه الحديثه من الار اس اي، حاجات يكون المعادله بتاعتها تكون مبنيه على حاجه قويه. اوكي، المؤشرات اللي موجوده على تريدنج فيو كلها تقريبا بنسبه 90%. اوكي، الكود بتاعها مفتوح. يعني ايه الكود بتاعها مفتوح؟ يعني انت تقدر تشوف السورس كود. اوكي، فتقدر تفهم المعادله اللي الراجل باني عليها المؤشر ده. حلو، فانا قعدت اشوف الحاجات دي لحد ما وصلت ان انا عرفت انا عايزه ادور على ايه. اوكي، اول حاجه قلت ان انا بدل ما هستخدم مثلا الار اس اي، انا هشوف النسخه الحديثه من الار اس اي، بس مش بس اللي بتقيس الحجم التداول اللي جاي من كل هب ودب زي ما بيقولوا. اوكي، انا عايزه حجم التداول، الحاجه اللي بتقيس حجم التداول اللي جاي من الفئه المسيطره اللي هي المؤسسات. اوكي، فاحنا عندنا اثنين بيتداولوا في الماركت، بنقدر نكون بنشوفهم عند حاجه اسمها MCDX. فالام سي دي اكس ده مؤشر هنكون نشوفه مع بعض بالتفصيل بعد كده. فالام سي دي اكس دوره ايه؟ دوره ان هو بيوريني الدومينانس، بيوريني يعني ايه دومينانس، سيطره. اوكي، فهو بيوريني مين اللي مسيطر في الماركت دلوقتي. حلو، اللون الاخضر ده احنا الافراد تمام، اللون الاحمر هو المؤسسات. تمام، اعتقد بالنظر انتوا واخدين بالكم ان هو لما بيبقى فيه لون احمر السعر بيطلع، صح؟ اول ما احنا نبتدي نسيطر ايه اللي بيحصل؟ بنغرق، يعني السعر بيبتدي ينزل بشكل كبير جدا. اوكي، فعشان كده ده كان محور تغير وجهه نظري خالص في التريدنج بقى، اللي هو اصلا اغلب الناس بتفكر في ان هي، يعني اغلب الناس بتدخل مع دول، بتدخل مع الانديفيدوال، بتدخل مع الافراد. اوكي، المؤشرات اللي بيستخدموها بتدخلهم مع دول، بتدخلهم مع الافراد. اوكي، فهو مثلا ممكن يشوف دي، الحته دي ممكن يشوفها ترند وهي مش ترند. ده انت في وسط اصلا فتره مسيطر فيها الافراد. اوكي،
فنفس الفكره، لا انا عايزه ترند كونفيرمد، انا عايزه ادخل في فتره يكون اللي مسيطر فيها هي المؤسسات مش الافراد. اوكي، فابتديت اكون بدور على مؤشرات تكون بتوريني ده. حلو. فبعديها ابتديت اكون بشوف ان هو عشان نعمل سيستم، اوكي، فالسيستم الصح او عشان يكون في سيستم بجد لازم يكون عندنا احنا لما بنيجي نعمل تحليل لاي حاجه ساينتفكلي بالطريقه العلميه. لو اي حد فيكم دارس في اي كليه علميه هتلاقي ان احنا لازم نكون بنحلل جوانب معينه. اوكي، يعني لازم تبقى عارف انت بتقيس ايه. حلو. فمثلا فيزيائيا احنا مثلا بنقيس حاجه اسمها مومنتوم، بنقيس حاجه اسمها فولاتيليتي او فيلوسيتي، بنقيس حاجات كتير. اوكي، فانا في التريدنج لقيت ان احنا عندنا 4 جوانب اساسيه، انا بسميهم الفور ميرورز او الاربع مرايات. اوكي، فمرايه للترند، مرايه للمومنتوم، مرايه للفوليوم، ومرايه للفولاتيليتي. اوكي، فاحنا عندنا 4 مرايات. فابتديت ادور على اقوى مؤشر في كل حاجه من دول: المومنتوم، الترند، الفوليوم، الفولاتيليتي، ويكون مبني على السمارت ماني. فمش بستخدم السمارت ماني بشكل مطلق، لا انا بستخدم المؤشر اللي بيقيس السمارت ماني جوه حاجه محدده. يعني فوليوم بناء على السمارت ماني، ترند بناء على السمارت ماني، مومنتم بناء على السمارت ماني. اوكي، فما بستخدمش السمارت ماني بشكل مطلق. اوكي، فتعالوا مثلا نشوف مثال على ده. تعالوا نشوف مثلا مؤشر من مؤشرات الفوليوم العاديه. ده مثلا المؤشر الاساسي بتاع الفوليوم، اللي هو المؤشر المعفن اللي نازل تحت عشان بكرهه، خسرني كتير قوي. خسرني كتير قوي. هو عباره عن بارز صغيره تحت كده، لون اخضر يعني ترند صاعد، لون احمر يعني ترند هابط. اوكي، حجم الشمعه والله شكلها كبير تبقى ترند قوي، شكلها صغير يبقى الترند ضعيف. برضو احد المؤشرات اللي اتصدمت اللي لقيت ناس كتير بتستخدمها لحد دلوقتي، لان كذا حد عمل لي كومنت على يوتيوب، الاون بالانس فوليوم، اللي هو ده المفروض ان هو مؤشر فوليوم. اوكي، عندنا برضو الاكيوميليشن ديستريبيوشن لاين. فدي مؤشرات الفوليوم. هل انت بالمنظر ده، باللي احنا شايفينه ده، هل انت تقدر تاخد قرار؟ يعني هل انت شايف معلومه تقدر تكون يعني بناء على تحليل فاهم ان انت ممكن تكون بتاخد ازاي قرار ان انت تدخل تشتري او تبيع؟ على العكس بقى تعالوا نشوف مثلا اللوكن. فاللوكن بي 4 بولش سمارت ماني. انا هشيل المؤشرات كتير عشان الناس ما تبتديش تكرهني. اوكي، ام سوري، خلينا نشيل ده. اوكي، فمثلا حاجه زي اللوكن. اوكي، اللوكن مبني على السمارت ماني، ولكن سمارت ماني بناء على الفوليوم. اوكي، فهو بيوريك القوه الحقيقيه اللي موجوده في الماركت اللي جايه من المؤسسات مش الافراد. زي ما احنا من ثانيه شفنا الام سي دي اكس لو فاكرين. فهتلاقوا شايفين يعني اللوكن اصلا ما بيبتديش يطلع بارز، وهي دي الاشاره بتاعت الدخول بتاعتنا. لما بنيجي نستخدم اللوكن مستحيل هيطلع بارز هنا لو اللي مسيطر اللون الاخضر اللي هو احنا. اوكي، طول ما اللون الاخضر هو اللي مسيطر هتلاقوا صحراء على اللوكن. فاحنا كده كناس شغاله بالسيستم اللي هو بنستخدمه في جروس اكس، اوكي، هتبقى عارف ان دي مش فرصه اصلا. مهما طلع شموع هنا دي مش فرصه، مهما في شموع خضراء هنا دي مش فرصه، ده مش ترند. اوكي، ده حاجه لحظيه. تمام. فنفس الفكره هتلاقوا ان هو اللوكن بيمثل المؤشر بتاع الفوليوم بناء على نفس الكونسبت اللي مبني بيه الام سي دي اكس، ولكن بالتفصيل اكتر بقى. يقول لك ده ال خلونا نمسح له كده عشان ما تفوتوش. فلما بيطلع لنا بارز هنا وعلامه الدولار الاخضر، دي بتبقى من ضمن الاشارات اللي احنا بناخدها عشان نكون بندخل صف. اوكي، فاللي احنا هنكون بنتعلمه على مدار الكورسز اللي هتكون موجوده الفتره اللي جايه هو ده. اوكي، ازاي نكون بنحط سيستم مبني على ترند، ده المؤشر بتاع الترند. اوكي، وعندنا المؤشر بتاع الفوليوم محطوط اللي هو اللوكن، وهنحط المومنتم اللي هو ال 3 جيميناي، وهنحط الاي تي ار. اوكي، فاصلا كده كده كلهم هتلاقوهم بياكدوا نفس المعلومه. اوكي، ليه؟ لان كلهم مبنيين على نفس الكونسيبت. فانت اما هتلاقي في فرصه او ما فيش فرصه. اوكي، عشان كده اللي بيخسر هو بيخسر لان هو ما التزمش بالاستراتيجي. حلو. فاحنا مثلا هنا لما نيجي نتعلم ده هتلاقوا انه مثلا هنا ممكن تكون دي فرصه وكل الحاجات فيها موجوده بتؤكد المعلومه دي، فده فعلا بدايه ترند. شايفين السعر اتحرك قد ايه؟ اوكي، لما حصل جولدن كروس هتلاقوا باقي المؤشرات الثانيه بتكونفيرم. فاحنا مش بندخل بناء على مرايه واحده، احنا بندخل بناء على الفور ميرورز، بناء على ال4 مرايات: ترند، مومنتم، فوليوم، فولاتيليتي. واكيد بنحط الاوردر بلوك اللي هو بتاع السبورت والريزيستنس او الدعم والمقاومه، ولكن بطريقه اذكى اكتر. فانا حبيت بس اكون باخدكم في جوله عن طريقه التفكير هتكون عامله ازاي. ودلوقتي هنبتدي نشوف جراس اكس نفسه ازاي نكون بنستخدمه بسهوله.
انتوا سامعيني كويس يا شباب صح؟ طيب حلو جدا، خلينا نكون بنشوف بقى جروس اكس. انتوا اول ما تستفتحوا الموقع كده وتدخلوا هتلاقوا عندكم صفحه رئيسيه. اوكي. انا هعمل ريسيتنج، ما تقلقوش. الناس اللي دخلت لقيت مثلا ان هو في اليوم الكذا من كذا، فممكن بس تلاقي عشان في راوندز قديمه فممكن الموقع نسي يحطكم اوريدي في حاجات قديمه. فانا هعمل لكم ريسيتنج من اليوم بتاع بكره. حلو، لان بكره هيبقى اول يوم نعمل فيه الريبورتنج سيستم. هتدخلوا هتلاقوا صفحة زي دي، هيكون فيها صفحة رئيسية، هيكون فيها التقدم بتاعكم، هيديكوا كل يوم نصيحة حلو عشان تحفزكم ان انتوا تكونوا بتكملوا. هيوريك الانجازات بتاعتك. انا كرانيا ماليش انجازات لسه. فهيوريك الانجازات بتاعتك بقالك قد ايه مستمر او عندك استمراريه. وبعد كده عندنا ال 21 كورس. عندنا برضو هنا على الجنب اللي بتاع الحمراء دي، عارفين اللي هي اللي اسمه البرومودورو، ولا مش عارفه اسمه ايه، بتاع الاحمر بتاع التركيز ده. فبرضو عشان لو حابين تشتغلوا وانتم مركزين اوكي فتقدر تشغلوا عشان تبقى مركز. انا كنت بحاول اخلي اقصى حاجه ممكن تخلي التجربه فيها نوع من انواع البرودكتيفيتي او الانتاجيه. اوكي. لان انا جربت سيستمز تعليميه كتيره جدا. اوكي، حتى في الفتره اللي انا كنت شغاله فيها في كاريرك او الشركات التعليميه اللي انا اشتغلت فيها بتاعت الكورسات، الشركات اللي موجوده في مصر او الشركه بتاعت سعد. لما اشتغلت مع سعد وكان احد البروجرامز اللي كنا شغالين عليها كان في ايفنت، اعتقد لو عملت سيرش عليها هتلاقوه، اسمه شفاء، CSCHIFAA. ده كان برنامج كبير جدا لجامعه حمد بن خليفه في قطر لرواد الاعمال. وكان يعني بروجرام 7 شهور لطلبه ماجستير. فانا قلت بس ده اقوى بروجرام او اقوى سيستم تعليمي هبقى اشتغلت عليه في حياتي. لكن في الحقيقه ما لقيتش اي نوع من، يعني هم جايبين دكاتره كبار من MIT ومن هارفارد ومن مش عارف ايه، بس السيستم نفسه ما كانش مهيأ ان هو يكون بيطلع احسن اوتكم من الناس دي. لما مشيت من مصر السنه اللي فاتت ابتديت اكون بدخل في بزنس كلاب هنا موجود في بالي اسمه تيرا. وانا في تيرا السيستم بتاع تيرا اقوى سيستم انا شفته في حياتي، في حياتي والله العظيم. عشان كده عملت عليه جروس اكس بس بطريقه منظمه اكتر او بطريقه سيستماتيك اكتر. لان احنا في ترى بنستخدم جروبات واتساب وجروبات تليجرام فالداتا بتروح. اوكي. فحاولت اكون بجمع كل الحاجه اللي انا اتعلمتها على مدار حياتي في السيستم في الجروس اكس. السيستم اللي ترى بتستخدمه واللي عجبني جدا هي حاجه اسمها GGI. ايه هو الGGI؟ الGGI جلوبال جروث اندكس، يعني زي تراك بتاع التطور. اوكي. فالGGI هو عباره عن ايه؟ البرنامج بتاع تيرا هو برنامج لرواد الاعمال. اوكي، احنا حتى دلوقتي عندنا اصلا برنامج هيبتدي لرواد الاعمال الشهر اللي جاي. حلو. فرواد الاعمال بيدخلوا معانا، بيقعدوا شهرين. الناس دي بتحط تارجت اول ما بيدخلوا معانا. اوكي. بنبتدي نكون بنقسمه لاهداف صغيره، والاهداف دي بنبتدي نشتغل عليها عشان نوصل لها على مدار الشهرين. تمام، هما بيقعدوا معانا شهرين مش 3. تمام. فمثلا باتريسيا انا منتور مع تيرا بقالي 10 شهور تقريبا. فباتريسيا مثلا كانت احد الطلاب اللي كانت معايا. فباتريسيا قالت لي يا رانيا والله انا عايزه اعمل $10,000، ده الهدف بتاعها. تمام. فابتدينا نقسم الهدف ده لستبس اصغر. حلو، احنا عندنا شهرين فعندنا 8 اسابيع. تمام. فابتدينا نكون بنقسمه على 8 اسابيع. تمام. وبنبتدي نحدد الخطوات اللي هتساعد في تحقيق الهدف ده. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان هي علشان تعمل $10,000 هي مثلا البيزنس بتاعها وليكن التيكت، التكلفه بتاعه العميل لما بيروح لها مثلا بيدفع لها $200 وليكن. اوكي. فمثلا يبقى هي محتاجه ما اعرفش 50 عميل مثلا عشان توصل ل $10,000. فبنبتدي نقسمها بالطريقه دي. هي عايزه $10,000. طب ال $10,000 دول بناء على البيزنس بتاعها هيجوا عن طريق كام عميل؟ الكام عميل دول عشان نوصل لهم محتاجين نبعت الاوفر بتاعنا لكام ليد، لكام شخص ممكن يكون مهتم. اوكي. محتاجين ننزل كام بوست على فيسبوك وانستجرام لو هي دي الطريقه اللي هي بتستخدمها عشان تكون بتوصل للعملاء. اوكي. فهتلاقوا ان الخطوات دي هي اللي بتوصل للهدف الكبير. اوكي. فمثلا هنا احنا اول اسبوع هي عملت $391. اوكي. تاني اسبوع هي عملت $171. تالت اسبوع عملت $419. رابع اسبوع عملت $2,540. اوكي. هل ال $10,000 او الرقم ايا كان حجمه هل ممكن نحققه في يوم؟ لا. لكن اي حاجه في الدنيا بتتحقق بالاستمراريه. اوكي. فهي مثلا في الاسبوع ده
هي بدل مثلا ما كانت بعتت الاوفر ل 15 حد بعتته ل 20 حد، بدل ما بعتته ل 19 حد بعتته ل 44 حد. اوكي، فالدبل. فطبيعي ان الاحتماليه بتاعه النجاح بتزيد. اوكي، ما دام انت عملت المجهود اكتر فالاحتماليه بتاعه النتائج اكتر. اوكي، فالسيستم ده انا شفت ناس حياتها حرفيا بتتغير توتالي بناء على السيستم ده. فعشان كده حبيت اعمله في التريدنج وفي نفس الوقت في البيزنس وقريب في الاي اي والكلام ده. في التريدنج انا لما عملت الكورس بالنظام القديم كنت عاملاه عشان اعمل تيستنج، عايزه اشوف المشاكل اللي ممكن تبقى موجوده في الوطن العربي في تعلم التريدنج عباره عن ايه. اوكي، الناس مثلا لما بتدخل كام واحد فيهم بيكمل، كام واحد فيهم مش بيكمل. طب هل المشاكل عباره عن مشاكل تكنيكال ولا مشاكل ايموشنال؟ اوكي، فانا مثلا انا اديت البروجرام اعتقد ل 500 بني ادم. اوكي، في ناس منهم بقوا فعلا تريدرز ناجحين جدا دلوقتي. اوكي، هتلاقيهم حتى موجودين في قصص النجاح. هنا هتلاقوا عمر مثلا، عمر ما شاء الله لسه مسافر المانيا من اسبوع. فعمر مثلا بيعمل دلوقتي في الشهر 50% في البورصه المصريه اللي انا عمري في حياتي ما جربتها. اوكي، لان البورصه المصريه انا ما بحبش الجنيه المصري بس الناس اللي شغاله معايا وبتشتغل على البورصه المصريه بتعمل ريزلتس عبقريه. اوكي، وانا اول ما ابتديت اكون بتكلم عن الطريقه اللي انا شغاله بيها انا اتهاجمت هجوم. الهجوم ده هو اللي اكد لي ان الناس دي عايزه تفضل تضحك على الناس طول الوقت. اوكي، لان الناس اللي هاجمتني كلهم ناس بتوع توصيات بتوع مش عارف ايه، فكلهم. وحصل حاجات غريبه ان في منهم ناس اصلا هم يعني بيشتموا فيا على السوشيال ميديا وجم حجزوا كورس معايا باسم تاني، واحنا اضطرينا ان احنا نكون بنطلعهم من الجروبس. اتمنى ما يبقاش في حد فيهم وسطينا دلوقتي اوكي، فانا قلت لا يا نهار اسود، ده الناس عايزه تكون بتبيع للناس موضوع التوصيات ده طول الوقت، رغم ان انا مش مقتنعه بكلمه توصيه اصلا. يعني كلمه توصيه، التوصيه بناء على ايه؟ انا واحده مثلا بحب القهوه بلاك. اوكي، هل لازم انت كمان تكون بتحبها زيي؟ بناء على ايه بدي توصيه؟ اوكي، بناء على ايه انا عرفت ان القهوه دي كويسه ما فيهاش سم مثلا او حاجه؟ اوكي، فانا عشان كده حتى لما جيت بعد لما اكتشفت الموضوع ده انا عملت الانديكيتورز بتاعتي فور فري كلها والله العظيم. بس تريدنج فيو للاسف عمل لي بان، فعمل لي هيدن للانديكيتورز كلها، بس رجعت اكون بنزلها تاني. فعملوا لي بان عشان كنت عامله سكرينر اقوى من السكرينر بتاع تريدنج فيو نفسه. فتريدنج فيو عليه سكرينر، انا كنت عامله سكرينر بيحلل بالطريقه اللي احنا بنشتغل بيها في جروس اكس، نظام السبع طبقات اللي احنا بنشتغل بيهم والمؤشرات الحديثه اللي انا كنت بشرح لكم عنها دلوقتي. لكن للاسف السكرينر بتاع تريدنج فيو ما بيستخدمش غير المؤشرات البيزك اللي هي من ايام السبعينات والثمانينات. فانا لما عملت السكرينر ده بعتوا لي مسج وعملوا لي هيدن للانديكيتورز كلها، لكن هرجعها تاني قريب ان شاء الله. فانا قصدي ان لو الانسان فاهم، لو الانسان عارف السيركل ماشيه ازاي مش هيكون بيضحك عليه. اوكي، لكن الناس دي في ناس كتير بتحاول تكون بتستغل ان الناس مش فاهمه. اوكي، فانا حتى عشان كده خليت جروس اكس هي مش عباره عن مؤشر ولا توصيه ولا الكلام ده كله. هو انت اصلا جوه جروس اكس انت تاخد اكسس على كل حاجه، لان انا بالنسبه لي المهم ان انا اكون بشوف المنظر ده اللي انا لسه مصوره عليه فيديو الصبح، ان انا اكون بفتح كل يوم بشوف الريبورت بتاعت الناس، بشوف الديلي ريبورتنج بتاع الناس. هتلاقوا ان احنا معانا الفتره اللي فاتت احنا عندنا حرفيا دلوقتي 1127 تقرير. اوكي، هتلاقوا في ناس ما شاء الله، يعني على فكره احنا معانا ناس عظيمه. يعني مثلا استاذه ابو ليلى ما شاء الله عظيم 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 والله. حد يعني الناس اللي معانا الرتبات بتاعتهم او الرتب بتاعتهم ما شاء الله عظيمه. وفي ناس منهم شغالين اصلا محللين ماليين وناس تقيله جدا جدا. فشرف ليا اصلا ان احنا كلنا نكون بنتعلم من بعض. فالفكره كلها بالنسبه لي في الاستمراريه. اوكي، فتعالوا اشرح لكم احنا لما ندخل ونبتدي السيستم الاسبوع ده هيكون المفروض اول حاجه بنشتغل عليها ايه. اول حاجه احنا عندنا حاجه اسمها بوينت A وبوينت B. اوكي، هتلاقيها في الخانه دي تحت خانه التقرير اليومي. اوكي، بوينت A وبوينت B، يعني ايه بوينت A وبوينت B؟ كانك عندك نقطتين. اوكي، فمثلا دي النقطه اللي انا موجود فيها دلوقتي ودي النقطه اللي انا عايزه اوصل لها. اوكي، فبوينت A هي المكان بتاعك دلوقتي، المرتب بتاعك لو حابب تقوله طبعا، الكرنت سيتويشن بتشتغل في ايه، عندك كام سنه، الباك جراوند اللي انت حابب تكتبه لان انت كده كده اللي هترجع لها. اوكي، فالباك جراوند والكرنت سيتويشن بتاعك حلو. والبوينت بي هي الهدف اللي انت عايز توصله بعد 90 يوم. حلو،
في ناس مثلا ممكن يبقى الهدف بتاعها، انا بتصدم والله العظيم انا لو وريتكم دلوقتي بوينت بي بتاعت 90% من الناس، هتلاقوا ان 90% من الناس عايزه تسيب الشغل. اوكي، فانا اكتشفت ان ده بوينت بي لناس كتير، هدف بالنسبه لناس كتير، لناس كتير عايزه تكون بتسيب الشغل. بس الفكره كلها مش ان الناس دي عايزه تسيب الشغل، اعتقد ان الانسان عموما بيسعى ورا الحريه. فالانسان ممكن يكون بيشتغل عشرات الساعات لكن يبقى حر نفسه، اللي هو يشتغل من اي مكان في اي وقت. اعتقد ده الهدف اللي كلنا بنسعى له يعني. فبوينت بي هي الهدف اللي انت عايز توصل له، سواء كان دخل، سواء كان طريقه حياه مختلفه، سواء كان وين ريت. اوكي، فالبوينت مش لازم ترفع فيديو هنا يعني، عشان كده حتى ممكن تسيبوه فاضي عادي. لو حابب ترفعه عادي، في ناس رفعته عادي، لو مش حابب عادي مفيش مشكله. اوكي، فالبوينت ايه هي المكان اللي انت موجود فيه دلوقتي، البوينت بي هي المكان اللي انت عايز توصل له. اوكي، بعد كده نيجي للجزء بتاع التقرير اليومي، اللي هو الديلي ريبورتنج، التقرير اليومي اللي انت تكون بتعمله كل يوم. حلو، التقرير اليومي فيه كذا حاجه، هشرحها لكم بالتفصيل دلوقتي. اوكي، اول حاجه انت هنا هتلاقي السجل بتاعك، عشان لما تبعت اي ريبورت تقدر تكون بترجع له في اي وقت. اوكي، هنا هتلاقي الاهداف بتاعتك عشان تعرف تكون بتلاقيها بشكل اسرع. هتشوف المتصدرين، اوبا نرمين طلعت بقت هي رقم واحد، كويس جدا. فهتلاقي اوريدي المتصدرين، تمام. والتقدم بتاعك انت عامل ازاي، ذاكرت كام صفحه، شفت كام درس، ذاكرت كام ساعه، لعبت رياضه قد ايه، الانجاز بتاعك عامل ازاي. دي كلها حاجات بتساعد في الاستمراريه. اوكي، وهنا التقرير نفسه بقى، اوكي، اللي انت بتملاه كل يوم. تمام. الجزء بتاع الجي جي اي مقصود بيه الهدف اللي انت عايز توصل له. فاكرين لما وريت لكم الاكسل شيت من شويه، هو الهدف اللي انت عايز توصل له، الهدف. اوكي، يعني لو انت مثلا عايز توصل لوين ريت معين، فانت دلوقتي البلان بتاعتك فين ووصلت لفين. هنسيبه فاضي عادي اول كام اسبوع، لان احنا في اول كام اسبوع احنا اكشلي هنكون بنتعلم عن عقليه الفلوس، وهوريكم ده دلوقتي. اوكي، برضو ممكن تسيبه ده فاضي عادي، لان ده الخطوات اللي بتوصلنا للهدف. اوكي، اللي هي الخطوات الاكسل شيت اللي انا وريته لكم من شويه، اللي هو مثلا البنت كانت بتحتاج ان هي تكلم كام عميل، تعمل مش عارف ايه، تنزل كام بوست عشان توصل لل 10000 دولار. حلو، فده وده عادي هنسيبهم لحد ما نوصل للجزء بتاع الخطوات الفعليه. تمام. الجزء اللي بعد كده، احنا بيبقى عندنا كل يوم لازم نكون بنقرا 10 صفحات. اوكي، علا هتكون بتشارك معاكم الكتب اللي احنا بنقراها. اوكي، فبيبقى في 10 صفحات بنقراها. بتذاكر درس واحد في البدايه، بعد كده هنزودهم لدرسين. اوكي، ففي البدايه انت بتذاكر درس واحد، بعد كده بنزودهم لدرسين. عندنا هنا الجزء بتاع الصفقات اللي انت بتنفذها والتريد اللي انت بتفتحها، ده هنخليه لحد ما ندخل في الجزء العملي. اوكي، لان اول كام اسبوع انت هتبقى بتتعلم عقليه الفلوس، مش هتبقى لسه ابتديت تعمل تيستنج على ديمو اكونت. حلو، فلما ندخل في التحليل الفني يعني هتبتدوا تدخلوا في ده. ساعات الدراسه، انت ذاكرت كام ساعه؟ اعتقد ماكسيمم، انا مش عايزه اصلا حد يعني ما بنبسطش والله. في ناس بجد عملت كده كتير وانا مش بنبسط بده، اللي هو بيجي مثلا من اول اسبوع الاقيه مخلص الكورسات كلها. انا مش عايزه كده. اوكي، ليه؟ اولا هتحرق طاقتك على الفاضي. اوكي، ومش بعد كده مش هتقدر تكون بتكمل مع باقي الناس. تمام. ثانيا لو جيت بتسالني سؤال يعني اصلا وباقي الناس مش في نفس المرحله، مش هجاوب عليه، لان انا كده هبقى بعطل باقي الناس التانيين. تمام. فعشان كده نلتزم احسن بالاستمراريه، لان الفكره كلها هي بناء العاده. احنا دلوقتي احنا بنبني عادات. اوكي، فاحنا عايزين نكون بنبني هابت، بنبني عاده تكون بتستمر معانا بعد كده، تكون بتغير فينا احنا كاشخاص. حلو. الهدف المخصص، عشان وانس ان احنا دخلنا في المرحله بتاعه الجي جي اي، هيبقى عندنا مثلا ممكن كل حد فيكم يبقى عنده هدف مختلف، هنكون ممكن بنحدده مع بعض عشان يكون بيوصل للهدف الكبير بتاعه. عندنا ابلكيشن اسمه يو كان، ده هنكون علا برضو بتبعته لكم، وليهم صفحه على انستجرام عشان لو حد عايز يكون بيشوف التمارين دي، عشان تمارين رياضيه تقدر تكون بتعملها من البيت كل يوم. اوكي، انا ارشح ان انت تعمل ده كل يوم لمده ربع ساعه. اوكي، انا مش هطلب منكم فيديو، لان في الاخر دي حاجه هتكون بتفيدك انت، مش هتكون بتفيدني انا. وكمان برضو علشان مراعاه اختلاف الثقافات وكده. يعني هنا في بالي انا بخلي الناس تبعت فيديو، بس هم اجانب وكده فما عندهمش مشكله في البرايفسي او في الحته دي. لكن اعتقد حسيت ان هو هيبقى فيه مشكله بالنسبه للناس في الوطن العربي، فقلت ان انتوا هتكتبوا بس انتوا اتمرنتوا كام دقيقه. فاتمنى ان الناس تكون بتعمل ده بجد. بعد كده هنا في الجزء ده انت بتكتب ايه اللي انت اتعلمته من العشر صفحات اللي انت قراتها. اوكي، 3 جمل على الاقل، اكتب ال3 جمل من العشر صفحات اللي انت قراتها النهارده، اتعلمت ايه. تمام. بعد كده
الجزء بتاع سجل التعلم. هنا انت بتكتب اسم الدرس اللي انت بتذاكره النهارده، اوكي. بعد كده هترفع صوره، هوريكم مثال عليها دلوقتي وانت بتذاكر، يعني بترفع صوره من اللابتوب، اوكي، وانت بتذاكر، تمام، علشان وتكتب ايه اللي انت اتعلمته من الدرس ده. حلو، عشان ده اصلا بيشجعك انت ان انت تكون بتكمل. يعني انا كرانيا مثلا لما بروح الجيم انا لازم كل يوم اصور نفسي عشان اشوف مراحل التطور، اوكي، وعشان احس ايه ده انا رحت الجيم السنه دي كل يوم، ده انا رحت الجيم السنه دي 70% 80%، اوكي. فده بيدي نوع من انواع التحفيز. لما تيجي ترجع بعد كده للسجل بتاعك هنا انت نفسك هتبقى فخور بالمجهود اللي انت عملته، اوكي. فانا عايزه اوريكم مثال على الديلي ريبورت بشكل عملي قبل ما ندخل في الجزء بتاع الكورسات. فخلينا نشوف استاذه ابو ليلى. وكاتب حاجات برايفت مش عايزه افتحها. اوكي، خلينا نشوف احمد. اتمنى ما يبقاش كاتب حاجه برايفت. حلو، ماشي، خلينا نطبق على احمد، اوكي. فمثلا عدد صفحات القراءه، اوكي، فهو قرأ 10 صفحات، خد درس واحد من الدروس، اوكي. ذاكر ساعه وعمل رياضه 30 دقيقه، تمام. وخطوات التطبيق، خطوات الجي جي اي، ان هو عمل التطبيق اللي كان مطلوب منه النهارده، لان هم دخلوا في مرحله الباك تيستنج والكلام ده، اوكي. اهم انسايت من القراءه ده اوريدي الجزء اللي هو اتعلمه من القراءه في العشر صفحات اللي هو كان بيقراها النهارده، اوكي. بعد كده الجزء بتاع سجل التعلم بيرفع صوره زي ما قلت لك، يعني دي صوره من الدرس اللي هو كان بيذاكره، حلو، اللي هو الصوره دي. واتعلم ايه؟ اتعلم التطبيق على المؤشرات، لان هم كانوا بيعملوا تطبيق على المؤشرات، حلو. فده شكل الديلي ريبورت بشكل عملي، تمام، يعني ده شكله هو مملي بالفعل، حلو. احنا كمان في علا هتبعت لكم فايل بيوريكم النظام اللي بيحسب البوينتنج سيستم، لان في ناس مثلا شفتوا الناس اللي هي المتصدرين وكده، صح؟ فانت طول ما انت بتشتغل، انا 27 نقطه فانت طول ما انت بتشتغل فانت بتاخد نقط، اوكي. فده بيخلي فيه ناس كل اسبوع بيبقوا هم الاوائل على على الجروب بتاعهم. ما تقلقوش، مش هقارنكم بناس تكون موجوده من بدري، لا، احنا في الميتنج بتاعنا هكون بقارنكم بناس معاكم في نفس الراوند في نفس الليفل، حلو، عشان يبقى الموضوع فير يعني، اوكي. فهتلاقوا ان هو الناس دي بيتحسب لها بوينتنج سيستم، بتاخد نقط بناء على ان هي كل يوم بتعمل الريبورت، كل يوم بتقرا، كل يوم بتعمل رياضه، وهكذا، حلو. نيجي لجزء مهم برضو، وهو الجزء بتاع الكورسات. فالجزء بتاع الكورسات احنا عندنا 21 كورس، اوكي. في الجزء بتاع في الجزء الاولاني احنا عندنا كذا مرحله، احنا عندنا 4 مراحل، اوكي. فليفل 1 او المرحله الاولانيه اعتقد فيها 4 او 5 كورسات خاصه بالعقليه، اوكي. لان انا صدقوني انا شخصيا ما بحبش جزء ان انا اقعد اكون بتكلم في حاجه نون تكنيكال، او حاجه مش علميه، او بتكلم عن حاجات ممكن تكون عقليه او مش عارف ايه. انا ما بحبش ده. حتى وانا في مصر والله لما كان بيتعرض عليا اي ايفنت اروح اتكلم فيه كحاجه تحفيزيه كنت برفض، لان بحس ان انا مش عارفه، بحس ان انا مش مبسوطه وانا بقعد بتكلم بطريقه تحفيزيه او كده، اوكي. لكن الجزء ده مهم، اوكي. انا عارفه حتى لو ناس شافته حاجه مش مهمه، صدقوني مهم. الشخص اللي جرب تريدنج وخسر الكلام ده مهم. اولا الكورسات دي كلها انا ما اخترعتهاش، هي مبنيه على 30 كتاب. هتلاقوا جوه كل كورس موجود الكتب اللي هو مبني عليها، اوكي. فكل كورس هتلاقوهم جواه الكتب المستخدمه في الكورس ده، هتلاقوا السلايدز، هتلاقوا الفيديوز نفسها، اوكي. بعد كده هتلاقوا عندنا هنا في سارة. سارة هي الاي اي اسيستنت بتاعكم، اوكي. تقدروا تكونوا بتتكلموا معاها اي وقت، سواء تكستنج او صوت، يعني تقدروا تبعتوا لها صوت تتكلموا معاها. اعتقد احنا كان عندنا نسخه قديمه كان اسمها نور، كانت غبيه قوي، بس الناس انبسطت من ساره. فساره اعتقد حطت لها قاعده بيانات مهمه يعني، فاعتقد هتبقى اذكى بكتير. أهلا، أنا سارة مساعدتك في جروث إكس. إزاي أقدر أساعدك النهاردة؟ فدايما تقدر تكون بتتكلم مع ساره لو عندك اي مشكله على الويب سايت، لو عندك اي مشكله في المذاكره، لو محتاج تحفيز، اعتبروها شات جي بي تي اوكي. بس شات جي بي تي المخصص جوه جروس اكس. لما نبتدي ندخل في الجزء بتاع سجل الصفقات او كده، لما نبتدي ندخل في ان احنا نفتح صفقات ديمو اكونت مش فلوس حقيقيه، اوكي. هتلاقوا عندكم التريدنج جورنال. انا حاولت اسهل الموضوع على الناس بقدر الامكان.
فحتى مش عايزه الناس تكون بتدخل الصفقات مانيوال، انا عايزه الناس ممكن تكون بس بتاخد سكرين شوت من تريدنج فيو وبترفعها هنا والموقع بيحللها، او من تريدنج فيو وبترفعها هنا والموقع بيحللها. كمان عندنا الجزء بتاع محلل الصفقات. لما تدخلوا في المرحله دي برضو تقدروا تكونوا بتستخدموه. هو اوريدي لو رفعتوا له صوره هيقدر يكون بيحللها بناء على التشيك ليست بتاعت جروس اكس. فبالتالي انت لو بتشتغل باي طريقه كانت ورفعت له صوره والله ما هيفهم، والله. اوكي، هو مبني على السيستم التشيك ليست بتاعت جروس اكس. اوكي، فهو اصلا كل التحليل بتاعه بناء على التشيك ليست بتاعت جروس اكس. هتلاقوه دايما بيكتب حتى التشيك ليست بتاعت جروس اكس، وفي الاخر يديك حكم بيقول لك اه الصفقه دي قويه، او الصفقه دي لا، ده انت داخل علشان انت عايز تدخل فلوس، عايز تدخل بفومو او قلقان ان انت تضيع فرصه او خلاص. اوكي، فعشان كده انا شايفه بلاش، يعني بلاش تدخلوا تقعدوا تبعتوا له حاجات من دلوقتي لان هو مش هيفهمها اصلا. تمام، فالجزء ده هنكون بنحتوي اكتر لما ندخل بالفعل في الجزء بتاع الاستراتيجي. اوكي، الميتنجز بتاعتنا هتكون بتتعمل من النص من الجزء ده، الجزء بتاع البث المباشر. اعتقد دي كل حاجه انتوا هتكونوا محتاجينها في الويب سايت. هل حد عنده اي مشكله يا جماعه؟